هلو هلو، اوعي تشتريها لانها مغشوشه في كل الاحوال. يلا نعملها في البيت من مكون واحد بس بنجيبه وبنستخدمه. بجيب اللبن وبغليه. اللبن بتجيبيه من عند اللبانات او من الفلاحات عشان يبقى لبن كده قشطته بيضه كده وبخيره. بغليه على النار وبسيبه يبرد وبحطه في التلاجة وبيته لتاني يوم وباخد القشطه بتاعته. القشطه بتاعته والزبده بتطلع حسب نوع اللبن وجودته من المكان اللي بتجيبيه منه، سواء كتير او شويه. القشطه دي بتاعت لبن جاموس، اللبن الابيض، والقشطه في منتهى الجمال البيضه ازاي زي ما انتم شايفين. بحطها في الفريزر واحوشها، وبعد ما بحوشها بقى بحتاجها اعمل بيها زبده. اللي هحولها سمنه او هستخدمها زبده. المهم ايه، بحطها بطلعها اسيبها تفك وهي ساقعه، بحط عليها نص معلقه ملح وبايدي زي ما انتم شايفين. لو زبدتك نظيفة العملية ما بتاخدش في ايدك دقايق على فكرة، وبطرف ايدك كده. انا عملتها معاكم على فكرة في الخلاط، وعملتها في الكبة، وعملتها في المضرب، وعملتها بالعجان، وعملتها بالمعلقة. لكن انا عايزة اقولك هي لو الزبدة حلوة بطرف ايديك بتخلص في دقايق. اهم حاجة الزبدة تكون ساقعة ما تكونش سايحة. عملتها كده لمدة 3 4 دقايق لحد ما بدأت تلف معايا، بتتحول الأول لكريمية وبعد كده بتمسك. وبرضو نوع الزبدة بيمسك أسرع كل ما زبدتك أنضف. هبدأ أعملها كده وأطلع منها الخض بقى اللي بيطلع زي ما انتوا شايفين. هتنيني أعجن لحد ما تتكور وتطلع كل المية. جبت طبق تاني فيه شوية مية عادية ساقعة عادية من الحنفية أو من التلاجة، مش هتفرق. وزي ما انتوا شايفين هبدأ أعمل أكور كده بس كده. خلاص هبدأ أكور بإيدي. العملية سهلة جدا وبسيطة، وزبدة مضمونة جدا. كده كده احنا بنجيب اللبن وكده كده بنشربه، فيبقى انت جبتي باللبن وشربتيه واستغليتي الوش عملتي بيه. هنعمل بقى بالزبدة دي أفكار كتير، هنستخدمها زبدة وهنستخدمها عادية. لو لبنك حلو وقشطتك حلوة بتطلع الخض اللي بيطلع منها ده حبة صغيرين. دول الخض اللي طلعوا. أنا كنت عاملة العلبة الصغيرة التانية ونص العلبة دي. تقريبا يعني قولي كيلو الا ربع قشطه، طلعوا لي حوالي نص كيلو زبده. الخض دوت انا بعمله حاجتين، بعمل بيه القرص الطريه الفلاحي، بعمل بيه العيش البكاكين، بعمل بيه تالت حاجه بعمله مرتة، ان انا بحط على مثلا كل كوبايه ربع كوبايه ملح واسيبهم على النار هاديه مع التقليب لحد ما يتحولوا للمرتة اللي بتجيبيها من بره، بزود بيها المش او الجبنه الحادقه. لكن انا هحطه كده في التلاجة لاني هستخدمه، هعمل بيه بكاكين او هعمل بيه قرص فلاحي طرية. خلاص كده اهوت انا عملت هشيل ده بقى في الفريزر عشان ما يبصي منك ولا يتغير. خلاص دي العلبة، الحبة دول اللي كانوا في العلبة دي، والعلبة التانية يعتبر هم اللي طلعوا الزبدة. الزبدة طلعت أزيد من نص كيلو. عايزة أقول لكم الطعم والريحة والجمال بتاعها ما يتوصفش. حطيتها في ميه علشان اتخلص بقى من اي حاجه فيها. زي ما انتوا شايفين ممكن تحطوها في ميه مرتين ثلاثه، وبعد كده بتحطوها في طبق في التلاجة تسقع، وبتعبوها صوابع كده في الفريزر. عايزه تستخدميها بقى للرز المعمر او الحلويات صوابع زي ما هي كده خطيره. تحطيها على وش الفطير المشلتت اجمل واجمل، مفيش احلى من كده. عندك اكتر من طريقه واكتر من حل تستخدمي بيه الزبده. انا عن نفسي بحطها صوابع وكور كده، بعمل بيها الرز المعمر، بعمل بيها الفطير المشلتت، بحط على وشه الزبدة دي، وبحط صوابع في قلب الزبدة العادية الصفرا اللي أنا بستخدمها عشان تديكي طعم وريحة الفلاحي في منتهى الجمال. وألف هنا وشفا. ومكون بنرميه أو بناكله أو ساعات نسيبه يبوظ في التلاجة، حولنا لأغلى حاجة بتتجاب زبدة مضمونة. زبدتك نظيفة تعرفيها ازاي؟ شوفي انا بمشي الزبدة في ايدي، بتمشي في ايدي، لا ايدي مدهننة ولا مزيته كده. الزبده بتاعتك نظيفه، ودي علامه تختبري بيها الزبده اللي بتشتريها من بره. تاخدي حته لو حطيتيها ما بين صوابعك كده وحسيتي انها بتزيت او بتسمن في ايديكي سمنه، تعرفي ان دي مغشوشه السمنه الصناعي اللي بتتباع. لكن لو لقيتيها بتجري كده في ايدك وناعمه وايدك يعني مطرحها ما فيهوش حاجه، تعرفي ان دي الزبده الفلاحي. باي باي.